الآيات القرآنية داخل مناهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي والثاني والثالث حتى الصف السادس الابتدائي، وتدرس في جميع المدارس. حتى الأطفال المسيحيين يجب عليهم حفظ هذه الآيات، وهي آيات ليست بسهلة وليست يعني ربما المسلم عندما يحفظ هذه الآية بعد سنوات قليلة لما بيكبر هيبتدي ينضج شوية، يبتدي يفهم فحوى هذه الآية، ولكن يفرض على الطالب المسيحي أن يحفظ هذه الآية. وخرج أحد مرشحين رئاسة الجمهورية وهو مرشح إسلامي وقال أتحدى أن تكون هناك آية قرآنية واحدة في مناهج اللغة العربية. أنا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون، كنت عايز أخش جوه التلفزيون وأقول له حضرتك أدي كتاب ابني بتاع المدرسة في سنة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي، حضرتك مع الاستمرار في هذا أم نحن دولة مدنية، دينها الرسمي الإسلام، ده موضوع تاني. احنا بنروح رئيس الدولة بيحضر احتفالية بتاعت صلاة العيد هنا وبيحضر، ده موضوع تاني. ان الدولة ليها رموز إسلامية ده موضوع. لكن الحتة اللي حضرتك بتقول عليها دي في التعليم انا وافق عليه بشرط احنا بنعلم، بنكبر الطلبة، بنزيدهم نضجا. انا وافق عليه بشرط يتحط فيه جوه الدروس نفسها اسطر كده من نصوص في الانجيل او التاريخ القبطي على سبيل المثال. ايه المشكله؟ او تدريس التاريخ القبطي ضد المناهج. لو طفل نشأ على ان هو بيطلع على فقره من القران ويطلع في صفحه اخرى على فقره من الانجيل، خلاص يبقى انا فكيت العقد من بدري. او ازيل الاثنين، يا ازيل الاثنين يا اما شايفين جمال وحصنه ماشيه في شارع الهرم وتاجر التحرير. كانوا رايحين جامع مصطفى محمود يرقصوا قصوا 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 قصوا، وبعدين قالوا انهم هيروحوا يرقصوا في التحرير. قالوا لمين يا فندم؟ بدليل انهم دخلوا يرقصوا قصوا 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 قصوا. الأهرام مثلي الأعلى. عندما سئلت عن مثلك الأعلى، أولا والدي هو مثلي الأعلى رقم واحد، وبعده الرئيس مبارك لجمعه ما بين الحزم والرفق. شفت انا قلت ايه؟ ولا زلت اقولها لك واخر يوم في حياتي اقولها لك، ولا زلت اقولها لك واخر يوم في حياتي اقولها لك، ولا زلت اقولها لك واخر يوم في حياتي اقولها لك، لسبب انه كان عنده جرأة غريبة جدا. ده بشر، ده احنا دي يجب ان نكون بقى دغري بقى في كلامنا. عنده قدرة خطيرة على التفرقة بين قال لك مين يقعد ومين يمشي؟ الحقيقة قال لي بالظبط كده، قال لي سيب لي احمد الغيط وزير خارجيه وممدوح مرعي والمشير. ايه؟ لا انا بسترجع والله، انا مش انا بسترجع الفكره. لا يعني تصور ان ما اتقالتش لانها كانت واضحه بقى يعني اسف يا فندم. لا اصل هو اللي حصل اول لا اصل ما اتقالتش ليه؟ انت يعني انا فاجئتني. لا ما اتقالتش فعلا، بس هي ما اتقالتش لان الموضوع ده كان يعتبر منتهي اول جدا. عايز اقول لحضرتك كان ساعتها اليهود اعدائنا. كان ساعتها اليهود اعدائنا، عشان ما يصحش دلوقتي يقول اعدائنا بحال الاحوال واحنا في اتفاقيه، عشان ما يصحش دلوقتي يقول اعدائنا بحال الاحوال في التطبيق المطلق للشريعه. اتخيل ذلك. هل ما زلت مصر على هذا الرأي؟ ليه؟ لان اصحاب الشأن نفسهم ابتدوا يقولوا دلوقتي هنطبقها بالتدرج. اي شأن؟ اصحاب الشأن ازاي؟ المسؤولين ولا لا اصحاب الفكره نفسهم او المنهج؟ ناس التيار نفسه اللي يعني الحارسين على هذا الشأن، يعني اللي هم السلفيين والاخوان وكده. البعض منهم ابتدوا دلوقتي يقولوا، واتقال لي انا الكلام ده، التطبيق التدريجي خلاص اتنطق التطبيق التدريجي للشريعه. واصلا منطقيا لان احنا يعني اعتقد انها هيبقى صعبه غير كده اتخيل. والفيصل الازهر. يعني حضرتك ممكن تكون مع فكره تطبيق الشريعه تدريجيا لو قال الازهر؟
انا يعني ما اعرفش جوايا ايه، حضرتك ما تسالنيش عن قلبي بيقول ايه، لان دي اللي هيسري. فانا مش يعني اكره ان انا اعبر عما يقول في صدري دلوقتي، لانه ممكن يكونش محل التقدير ساعتها، ممكن يكون فعلا مش عايز يعني ابوح بذلك. اسمح لي، ولكن اسمح لي احنا بس المفروض الساده المواطنين يفهموا، لانه المساله ما لهاش علاقه بالقلب، ولكن لها علاقه بالسياسه لما تصبح رئيس. ما حضرتك لما تعمل كده تقول إيه؟ انت بتخليني اقصر. لا، انا واثق ان لا يمكن التطبيق المطلق للشريعه. بس لا دلوقتي ولا قدام. لا، انا واثق ان لا يمكن التطبيق المطلق للشريعه. بس لا دلوقتي ولا حجمه بالظبط. انا عارف بيجتمع مع مين. سوف اقف له بالمرصاد وهعرفه حجم عصام ده يعني ايه. اقدر اقول له على بياناته ان عصام سلطان كان مندوب امن الدولة في ميدان التحرير لنقل اخبار الاخوان المسلمين لامن الدولة. كان مطلوب منه نقل اخبار كل ما يدور في الميدان. كل واحد هعرفه حجمه بالظبط. انا عارف بيجتمع مع مين. كل واحد هعرفه حجمه بالظبط. انا عارف بيجتمع مع مين. انه حتى لو فزت في الانتخابات يشتعل ميدان التحرير من جديد وينزل الناس لاسقاط احمد شفيق. القوات المسلحه في 5 دقائق ادت عينه اما تحب تطهر المنطقه بتعمل فيها ايه؟ لسبب. ده في العباسيه. ايوه. ليه بقى؟ ده في 5 دقائق. القوات المسلحه في 5 دقائق ادت عينه. القوات المسلحه في 5 دقائق. فاكرين ان العمليه حتى تنحسر بقى ونبتدي نشتغل. كانت باينه انها ثوره نجحت. للاسف الثوره نجحت. ايه؟ للاسف الثوره نجحت. للاسف الثوره نجحت.